صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض. واحنا النهارده معانا كان يجيله كل جيل. هو انت ليه عاليه كده وانا واطي؟ عشان انا قاعده ورا. طب تعالي قدام شويه. ما فيوز ده اسمه دوريتوس هنا. يا لهوي انا شبشبك. قطع شبشب كرم. تعالي قريب اطلعي قدام بقى. قريب قريب شبشبي قريب شبشبي. يا صبحي الحلاوه دي، ده حلاوتك انت مستر رمسي. عاملين ايه يا شباب؟ طيب انا دلوقتي رحت زي ما انتم شفتوا للجيم. عملت ساعه كارديو، وبعدين طلعت على دكتور عمرو عبد المنعم واتوزنت واتعمل لي امبودي. فخمن نزلت وزن الاسبوع ده قد ايه؟ ناس في تيك توك، ناس في تويتش تكتب في الشات، والناس في اليوتيوب يوقفوا الفيديو دلوقتي وينزلوا يكتبوا في الكومنتس. كيلو 250 جرام. كيلو 2 كيلو بسعر 3 كيلو. حد تاني عنده اي تخمينات؟ يا شباب كيلو ونص. كلكم قريبين. 2 كيلو ونص. فيري سسبنس. ماينس 4. لا خلاص الماينس 4 راحت ايام الماينس 4 يا بدوي خلاص. انا كنت متارجت 2 كيلو بصراحه. نزلت كيلو 700. بس اللطيف في الكيلو 700 اللي نزلتهم النهارده دول ان هم زي ال 800 جرام اللي انا نزلتهم الاسبوع اللي فات كلهم دهون. فانا نزلت الاسبوع ده كيلو 700. كيلو منهم دهون من البطن، و300 جرام دهون من رجل، و400 جرام من رجل تانية. مش عارف، انا مش فاهم ده. انا مش عارف ليه في رجل نزلت 300 ورجل نزلت 400. فعلا مش فاهم ده حصل ازاي. انت قدمت الرجل اكتر من التاني ولا ايه؟ كنت بتنط على واحد ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. بس يا ابني ده اللي بينط على ايه ده بقى؟ اقطع ايدي يخرب بيت. عايز دورة يا بابا، عايز دورة. فاحنا الاسبوع ده الحمد لله نزلنا كيلو و700. الشبال اللي نزلت اكتر بصراحه ما خدتش بالي، كنت بلبس الجزمه. عشان سمولدر بيعضك فيه. سمولدر بيعضني في الاثنين، وسمولدر دلوقتي بيعض اليمين. فاحنا الحمد لله ربنا كرمنا ونزلنا الاسبوع ده كيلو 700. انا عايز اقول لكم ان انا اتوزنت اول امبارح، لقيت نفسي نازل 3-4 كيلو. فرحت، بس كنت عارف ان هم كلهم ميه عشان انا ما بشربش ميه خالص. فده دوركم في الحياه بقى الفتره الجايه، تسبام واشرب. انت تعبان معايا عشان اشرب ميه كتير. عشان كده انا عملتها ب 1 بوينت. لا ما بشربش ميه تماما، وده هو اللي بيخلي جسمي يبانك ويخزن ميه. يبانك ويخزن ميه فبزيد ميه. رحت امبارح رحت جاي وعامل حركه اي كلام قوي. رحت واخد حبايه مضر بول عشان اخش الحمام اكتر، انزل ميه زياده اللي في جسمي. انجس وات نزلت من 41 ونص ل 37 او 38 امبارح تقريبا. نزلت كميه ميه غير طبيعيه. ودي اغبى حاجه ممكن حد يعملها في حياته. فان ده مضر جدا للكلى، مضر جدا للجسم، تخسر معادن كتير، حاجه غلط جدا 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 جدا. انا بقولها لكم مش من باب التفاخر او من باب اي حاجه. انا عندي مشكله، جسمي بيخزن ميه. كنت متضايق ان وزني زايد ومتعصب، رحت عملت كده، نزلت الميه الزياده دي بالغلط. يعني ده غلط جدا ومش صحي تماما. ف don't do that at home. بالظبط. فاحنا الحمد لله اللي زدته ميه نزلته تاني امبارح كله في يوم واحد، وعلى مدار الاسبوع ده ما زدتش عضلات، ونزلت كيلو 700 دهون. كيلو كامل من البطن ينضم لل 800 بتوع المره اللي فاتت، و300 جرام من رجل، و400 من الرجل التانية. معرفش انهي بقى اللي نزلت اكتر من التانية، بس انا راضي. ف دايت الاسبوع
الثالث لصبحي الجيل اللي معمول لصبحي وجسم صبحي وظروف صحة صبحي. لو في حد عايز يمشي عليه يعرف ان هو مش انسب حاجة ليه، والمفروض يروح لدكتور تغذية ينصحه بالدايت المناسب ليه، ولكن افضل من لا دايت. اوكي، فده الديسكليمر بتاع ايه بتاع كل مرة عشان ما تحبسش بس. يلا بينا نقرا كده كله مع بعض وبعدين ايه. الاستاذ راح فين؟ ماشي عشان حبيبي اتش والله. الافطار: نص رغيف بلدي بلس شريحة جبنة لايت بلس شريحة خيار، 2 توست سن بلس تركي او سلمون بلس خس. قلت له اخد حبة كاملة بدل السن، قال لي لا ما تألفش اللي مكتوب في الورقة بالظبط تعمله. طبق فول بالزيت بلس سلطة، طبق جبنة ابيض بلس شرايح طماطم. يا لهوي بؤس. بعد الفطار ب3 ساعات فاكهة، وعندي 2 كيوب شوكليت. ماشي. الغدا بقى ايه؟ طبق يتم تقسيمه الى 3 اجزاء متساوية من الارز والخضروات والدجاج. ده اخده امتى؟ في اليوم اللي فطران فيه فطار ما فيهوش عيش. يعني لو فطرت اول فطارين اللي فيهم نص رغيف وتوست ما اقدرش اكل ده يتاكل مع فطار طبق فول بالزيت وطبق جبنه ابيض. وانا مش حاسس ان انا هاكل لا دول فطار ولا ده غدا. فحاسس كده يعني. فالغدا التاني خضروات ونص دجاجه، طبق لحمه مشويه بلس طبق سلطه، طبق اومليت وسلطه. فانا حرفيا الاسبوع ده تقريبا هفطر واتغدى نفس الغدا ال6 ايام. دي باينه قوي. دايت الاسبوع ده صعب عليا قوي. I was 110 years ago and I have lost 35 kilos in 1 year, so for 2 years I'm fixed on 75. عايش والله. عايش قوي يا شيخ. عندك كام سنة بقى؟ أتمنى تبقى في أوائل العشرينات، أتمنى. يعني 22. حلو قوي ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. حلو قوي حلو قوي 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 كده ما شاء الله. ما تكتئبش بقى، ولو اكتئبت او حاجه ضايقتك ما تطلعش غلك في الاكل. اعمل حاجه بتحبها جنب الحاجات اللي مضايقاك. لان انت بتقوله ده انا كنت بالظبط في الكليه 138 وبعدين نزلت في سنه من 138 ل 88 وبعدين فضلت سنتين. اكتر سنتين انا كنت في صحة وسعادة فيهم في حياتي كلها. وبعدين سقطت في الكلية وحصل حاجات كتير مشاكل، اكتئبت ورجعت تخنت كل اللي خسيته كوادرا بقى، يعني كوادرا وصلت ل 220 على مدار السنين. يا اسطى انت بقيت تعدي الاسبوع في يومين ازاي؟ يعني ايه يا اسطى؟ انا كنت بص يا ابني على تاريخ الفيديو اللي فات. ايما انا كل يوم 4 بروح، واحنا اتاخرنا بس ان احنا ننزل فيديو على اليوتيوب. ان شاء الله مش هنتاخر ولا احنا المره اللي فاتت ولا نزلناه على طول. نزلناه على طول. ايه سقف كان الجيل يا جماعه المظلومه. فتذكير انا الحمد لله الاسبوع ده نزلت كيلو 700 كلهم دهون، كيلو من البطن وال700 300 من رجل و400 من رجل. شكرا. الدايت الاسبوع ده سافل. هو مش سافل، هو في بدايل بس كلها مش مناسبه ليا ان انا امشي عليها. ايه الحسروكه دي؟ اي حاجه مكان الدوره. اي حاجه مكان الدوره. ماشي.
فطبق فول بالزيت بلس سلطه ده انا ما بعرفش اكل فول من غير عيش، نوت دوبل. طبق جبنه ابيض بلس شرايح طماطم، ما بعرفش اكل جبنه برضو من غير جبنه بيضه وطماطم كده من غير عيش، مش بعرف. فاحنا كده ما قدمناش غير نص رغيف بلدي عليه جبنه لايت وتوست سن عليه تركي. من الواضح ان الاسبوع ده كله هنعتمد فيه توستايه سن عليها حته تركي. الست ايام واضح كده. ان انا ما بقتش احب العيش البلدي برضو، وسالت اخد حبه كامله مكان العيش البلدي، دكتور عمرو قال لي لا. فاحنا كده نجيب كيس توست سن، نجيب تركي كده، ده يبقى الفطار الست ايام. كل يوم جاب ذره، لا تكون فاكرني محتاجك يا فده كده الفطار كل الايام هيبقى سيم. ممكن يوم واحد مثلا او حاجه اخليه اللي بجبنه نص رغيف بقى نستبدله بتوستايه حبه كامله بجبنه شيدر وخلاص. ماشي. طيب الغداء هيبقى كده الطبق اللي بيتم تقسيمه الى 3 اجزاء متساويه من الارز والخضروات والدجاج ده is not an option. ليه؟ انا كل الفطار بتاعي كله خدته بعيش. وطبق الاومليت بالجبنه ده انا مش مقتنع برضو ان هتغدى اومليت بصراحه. انا وماما كنا بناكل حاجه سياحه ماشي، بس انا مش انا مش هحس ان انا حتى بس ممكن. هي مش اومليت، هي كيكه بيض. عجه. ايه عجه؟ مش فاهم. هي فيها دقيق وحاجات وكده. فاحنا هيبقى الغدا كل يوم يا اما نص فرخه وخضار يا اما لحمه وخضار. يوم فراخ ويوم لحمه، يوم فراخ ويوم لحمه. تمام. فدايت النهار وسالت دكتور عمرو ينفع ما اتعشاش وكل يوم اكل فشار بالليل؟ قال لي ينفع. ماشي. العشاء ايه بقى؟ العشاء بيض اومليت بلس شرايح خاص، 2 ثمرة فاكهه، طبق شوربه خضروات مع استبعاد الممنوعات، جزر وبطاطس والحاجات دي. ايه اللي تحت دي؟ دي القواعد بقى. يتم اضافه السكر لاي مشروب يمكن استبداله ببدائل السكر. المشروبات شاي خفيف، كوب لبن خالي الدسم، قهوه 1 يوميا، نسكافيه كافيين 1 يوميا، بدون كافيين اي عدد، نعناع 1 ل2. الممنوعات بسله وبطاطس وجزر وفلفل اصفر وفلفل احمر وقلقاس ولوبيا وموز وعنب وبلح وكريز وتين وقرفه وكراويه وتمر هندي يا ابني وجنزبيل وحلبة وينسون. اللبان خالي السكر ممنوع كمان. يجب شرب 8 كوب ماء على الأقل يوميا في أي وقت. هي دي أكتر حاجة. التزام بمواعيد الوجبات. على فكرة الأكل في مواعيد ثابتة ده مهم فشخ يا جدعان. يجب الالتزام بالنوم ليلا من 6 ل 8 ساعات. بس أنا ليتلي بنام أحسن. طيب يبقى نخش في الموضوع على طول. نخش في الإيه؟ في الموضوع على طول. ويك 3. الخميس فطار. مش هنعمل مجهود كتير في كتابة الدايت السادس الأسبوع. هيكون كوبي بيست. كوبي. لازم تبيست في النص يعني ولا؟ توست سن. اكتب بالعربي عشان لو في حد ما بيعرفش يقرا الفرنكو الخايب بتاعي. توست سن بتركي، بقطعة تركي. عندي سؤال، هو انت بتلتزم باللي مكتوب ده ولا بتغير؟ لا بلتزم 100%. بلتزم 100%. بس انا بوريك ورقة الدايت في الاول وبقراها كلها علشان يعني اللي يبقى انت شايف الدايت برضو عامل ازاي، اللي عنده بدائل انا ما بحبهاش وهو بيحبها يستخدمها هو. ماشي. ده الفطار. بعد كده الغدا.
انا شايف ان احنا نبدا لحمه في اليوم ده. ليه بقى؟ عشان نجيب فراخ برضو مع اللحمه نتبلها للجمعه والسبت. ماشي. فنجيب نص كيلو بكره لحمه نعمله نتغدى بيه بكره، ونجيب كيلو بانيه نتبله ونسيبه ناكله بقى ايه جمعه وسبت. ماشي. اقسم بالله يا جدعان برنس. يبقى لحمه مشويه بلس سوتيه. ماشي. ده كده ايه الخميس. الجمعه فطار توست سن بلس قطعة تركي. الغدا نص فرخة أو فراخ، يعني هنقول فراخ مثلا ونسيبها مفتوحة بقى، يا إما بانيه يا إما فراخ بلس سلطة أو سوتيه. يعني سوتيه تمام. ده كده الجمعة. ده أسهل أسبوع كتبته والله. هو شايف ان انت بتتعب في كتابة والله حبيبي يا دكتور عمرو يا طيب. خد حاجة سهلة خد يدك. توست سن مش موجود بقى. بالظبط. وناخد الغدا زي ما هو. ماشي. الحد فطار يا نهار اسود على السهولة. ده انا مش هزهق. انا هحقق. والغدا بقى نرجع لحمة تاني. نمشيها يوم. احنا نمشيها يوم لحمة ويومين فراخ، يوم لحمة ويومين فراخ، صح كده؟ ماشي. كوبي بيست بقى. يبقى لحمة مشوية وبلس سوتيه او سلطة. انت محتاج الغدا كمان. والله I'm making it easy. انت كنت ممكن تجي البتاع كله ولا؟ ماشي 2. والله ناخد يوم الاثنين بقى التوستايه المختلفة. توست حبة كاملة جبنة قريش، جبنة لايت. اللي بتكتبه ده اللي انا هاكله طول الاسبوع اللي جاي، من ابتداء من بكره الصبح لحد يوم الثلاث بالليل يا كريم. حبة كاملة جبنة ايه شيدر. قال لك حبة كاملة؟ لا صحيح ما قال لك ما ايوه، ما انا هاخده معاك. ايوه بس يعني حبة كاملة مش كارثة يعني انت هتغيرها. لو جبنا عيش بلدي كويس، مش اللي بايظ اللي في الفريزر اللي في بايظ. في حلوين ماشي. اقول لكم على حاجة والله العظيم ما انا مزعلك يا رمزي يا اخويا. نص رغيف بلدي جبنة شيدر. مبسوط يا ابني؟ ما ترد يا حيوان. والغدا فراخ بقى وسلطة. ماشي. التلات بقى ايه ناخد ايه؟ تخلص التركي ولا؟ ايوه بس كده خدت اليوم كله زي ما انت. بالظبط. اسهل يعني مش هنقعد العشاء فشار او فاكهة او زبادي يوناني لايت. نزلنا يا ابني تحت. امسكي نفسك يا كرم. خدت خبطة كده. ليش امسكي نفسك. نعمل كنترول ايه. ماشي. نبعته لكارن.
استنى بقى. ماشي. ونعمل بس نكبر الفونتة. ايديت. ملاحظين ان كل مرة بنعلى بالفونت واحدة. يا لهوي، لا ده كده مش باين. اعملها 60. اكتب 60. بس كده. شفت الفيتنج ازاي؟ بس كده هما مش شايفين مننا. هتقرفيني بقى. بيرفكتو يا ام كارن. شكرا. بس كده. تمام يا ابني. نعمل بقى علامة الأسبوع الثالث. لا الأسبوع اللي جاي هو اللي فيه مشكلة، الأسبوع ده عادي. الأسبوع اللي جاي هو اللي المشكلة. يلا بينا. هتعملها كده اهو. انت ناقص صباع. ايه خد يا ابني سكرينات. خد سكرينات حلو، مش نص كم. هو ده. استنيك الاسبوع اللي جاي. بس كده. ده يا جماعه كان كشف حساب الاسبوع الثاني ودايت الاسبوع الثالث. نزلنا الحمد لله كيلو 700 كلهم دهون، كيلو من البطن و700 من الرجل متقسمين على الرجلين. الفريق النهارده ده سؤال قيم. ناكل ايه صح النهارده؟ ايه كنت مش عارف. انا هاكل النهارده حاجه يعني فري بس مش قوي يعني انا كده بطني ما بتستوعبش يعني اكل اول يومين دول. فهاكل حاجه من بره وخلاص. يعني مثلا اجيب واحد كايزر شاورما مثلا. اجيب واحد اسمه ايه من انس. يعني حاجه ايه يعني مش فكره ان هخرب الدنيا، يعني فكره ان مش هعمل اكل منظوم يعني بس كده كمياتي بقت محدوده. يعني انا بص من ساعه ما جيت من الاول الستريم وانا بحاول اكل كوز الذره ده وبطني وجعتني والله. بتجيب شاورما منين؟ بجيب شاورما من سمسمه او من انس يا ابن الايه يا ده كتب سمسمه او من انس الدمشقي. انت بتاكل زي سمول دلوقتي عشان بطني وجعاني مش قادر اكل كتير. على فكره لما باكل حاجه حبايه كده ما بتعبش خالص. ما عشان مش بينزل مره واحد. ليه بتخليهم ينزلوا ماسكين ايدين بعض كده وعشان ما يتوهوش حتى ويبقوا عزوه؟ هم مش هيتوه صدقني، هي كلها رايحه في حته واحده. ممكن تشرحي لي؟ في طريق واحد بس. انت ست مش محترمه. لا محترمه جدا بس انت سالت. طيب يا جماعه انت فخوره بنفسك قوي. بص الفقره اللي هي فخوره بنفسها قوي. ده كان الكشف حساب التاني. هننزله دلوقتي على يوتيوب ان شاء الله على طول ما يخلص الاول البروسيسنج والحاجات. ماشي. فهل عايزين نستريم دلوقتي ستريم فالورنت؟ الله مش هناكل دلوقتي الساعة 5 يبقى نستريم بالليل. يلا اشوفكم بالليل يا شباب.